بسم الله الرحمن الرحيم. أنت يا أخي محفوظ، وعليك رقيب وعتيد، وعليك ملائكة كرام كاتبين يحصون أقوالك وأعمالك ويكتبونها عليك، كما قال ربنا عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فاتق الله يا عبد الله، واحفظ لسانك عما لا ينبغي، واستعمله فيما يرضي الله ويقرب لديه من الذكر بأنواعه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل، وتوجيه الناس إلى الخير، وكل ما ينفع الناس في أمر دينهم ودنياهم. هذا هو الذي ينبغي للعاقل، وهذا هو الذي ينبغي للمسلم.